كابتن حلمي طولان تولى المسؤولية بعد رحيل فييرا اللي تولى تدريب منتخب الكويت، واللي لسه باعت برقيات تهنئة بمناسبة العيد الفطر المبارك للعيبة نادي الزمالك. ولكن حلمي طولان انا عارفه كويس قوي لانه دربني، راجل دربني وكان بيدرب حرس الحدود. طبعا مدرب له خبرات كبيره جدا. يمكن كان افضل جهاز فني دربنا كان اوتو فيستر، وكابتن حلمي طولان مدرب عام، وكان كابتن اشرف قاسم، كابتن احمد رمزي. يعني كان جهاز قوي جدا مع اوتو فيستر. وكابتن حلمي طولان تولى مسؤوليه نادي الزمالك لفتره لوحده قبل ان ياتي اوتو فيستر. كابتن حلمي طولان شخصية قوية، شخصية قيادية، ولكن من وجهة نظري تغير بعض الشيء في أمور هي ثوابت عنده. يعني أنا عارف إن كابتن حلمي طولان لما كان بيدرب حرس الحدود كان لا يقبل إن قرش يتأخر على اللعيبة، وكان بيقول دايما إن اللاعب لازم يعني يكون في ثواب وفي عقاب، وإن اللاعب ياخد أجره قبل أن يجف عرقه. واللي درجة ان نادي حرس الحدود كان بيجيب مكافآت اللاعبين بعد المباراة في اوضه اللبس. يعني مثلا حرس الحدود بيلاعب مثلا المقاولين، كسب 2-0، اللعيبه هتخلص وهي بتستحمى وتغير، تلاقي الجوابات طالعه بمكافأة الماتش اللي لسه مخلصينه بقالهم 5 دقايق. وده كان سيستم عمل كابتن حلمي طولان، وكان لا يقبل ان الفلوس تتأخر على اللاعبين. ولكن كابتن حلمي طولان جاء لنادي الزمالك وهو بيته، والوضع تغير. هو كان متضايق جدا في حرس الحدود من الاخر، انا بقولها لكم، بعد خصوصا رحيل المشير طنطاوي اللي كان الاب الروحي لنادي حرس الحدود وطلائع الجيش، وكان هو المسؤول ماليا عن هذا الفريق ويعني مكافآته. وانتوا عارفين المؤسسه العسكريه منظمه وما بتتاخرش في فلوسها، رغم ان فلوسها قليله ولكن في انتظام في دفع الفلوس. كابتن حلمي طولان طبيعي جدا انه يقبل تدريب نادي الزمالك، لان طموح اي واحد ان هو يدرب نادي في قيمه نادي الزمالك. فكابتن حلمي طولان قبوله لتدريب نادي الزمالك كان فيه برضه نوع من البعد عن بعض الثوابت لديه، وهي ان لازم قبل ما يتعاقد تكون فلوس اللعيبه موجوده، ما يكونش فيه قرش متاخر لاي لاعب. يعني دي حاجات كانت مهمه في شغله بتساعده، لان ما حدش يقدر من اللعيبه يفتح بقه معاه، لان خلاص اللعيبه واخده حقها فعليها واجبات. طبعا الظروف اللي بتمر بيها